أما من ليس من أهل العلم فالواجب عليه سؤال أهل العلم، ولا يجوز له أن يفتي في شرع الله بغير علم. وقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأبان سبحانه في هذه الآية العظيمة أن القول عليه بغير علم فوق مرتبة الشرك، وهذا يدل على عظم التحريم وشدة الخطر في القول على الله بغير علم. ولهذا قال سبحانه: قل إنما حرم، قل يا محمد، قل يا أيها رسول الناس إنما حرم ربي الفواحش، وهي المعاصي كلها القولية والفعلية. سميت فواحش لفحشها وبعدها عن الفطرة السليمة والعقل الصحيح وبشاعتها من الغيبة والنميمة والزنا واللواط وشرب المسكرات وغير ذلك، ظاهرها وباطنها. والإثم والبغي بغير الحق، والإثم مرتبة عظيمة فوق جنس الفواحش، فسرها بعض أهل العلم بالكبائر. والبغي هو الظلم. هذه كلها حرمها الله على عباده، حرم على عباده أن يتعاطوا ما الفواحش التي حرمها على عباده وبينها رسوله عليه الصلاة والسلام، وبين جملة منها في كتابه العظيم سبحانه وتعالى. ثم قال بعد ذلك: وأن تشركوا بالله. فالشرك هو أعظم الذنوب فوق جميع المعاصي، الزنا والسرقة والغيبة والنميمة وأكل الربا وغير هذا من المعاصي. فالظلم فوق ذلك هو التعدي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. ثم ذكر بعده الشرك، قال: وأن تشركوا بالله، وهو أعظم الذنوب وأخبث الجرائم، وهو صرف العبادة أو بعضها لغير الله كما هو معلوم، كصرف العبادة للأنبياء أو للملائكة أو لبعض الصالحين من أصحاب القبور أو غيرهم، أو للنجوم أو للجن أو للأصنام أو للأشجار أو غير هذا ما كانت الجاهلية تفعله، وكما يقع الآن لدى قبور كثير مما يسمون بالأولياء. هذا هو الشرك الأكبر، وصرف العبادة أو بعضها من الدعاء أو الخوف أو السجود أو الذبح أو النذر لأصحاب القبور أو للكواكب أو للأصنام أو ما أشبه ذلك. ثم قال بعد ذلك: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول عليه بغير علم فوق هذا كله، وما ذاك إلا لأن الشرك من القول عليه بغير علم، ويدخل في القول عليه بغير علم أنواع كثيرة من نواقض الإسلام، فلهذا جعل القول عليه بغير علم فوق هذه المراتب وأعلى هذه المراتب. ومن ذلك كثير من نواقض الإسلام فإنها وإن كانت قد لا يطلق عليها لفظ الشرك، لكنها في الحقيقة في حكم الشرك الأكبر والكفر الأكبر، كتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم أو الطعن في رسالته أو تنقصه. هذه ردة كبرى وشرك أكبر وكفر أكبر، وكالاستهزاء بالدين أو بالجنة أو بالنار أو بالصلاة أو بالصوم أو بالزكاة، فهي ردة كبرى، وقد لا يسميها بعض الناس شركا، ولكنها في حكم الشرك الأكبر وفي حكم القول على الله بغير علم. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهكذا القول في حل الزنا أو حل اللواط أو حل الخمر، هذا تكذيب لله ولرسوله وقول عليه بغير علم بل بالباطل. المقصود أن القول عليه بغير علم يعم أنواعا من الردة والفساد،
فلهذا جعله الله فوق الشرك لأنه داخل فيه. وهناك أنواع من القول على الله بغير علم لا ترتقي إلى درجة الشرك ولكنها قبيحة، يؤخذ من هذه الآية شدة تحريمها، كالقول على الله بغير علم في أن الله أباح كذا وحرم كذا من مسائل البيع، مسائل النكاح، مسائل الطلاق، مسائل المواريث إلى غير ذلك بغير علم، هذا خطأ عظيم. والآية تحذر من ذلك وتبين شدة خطر ذلك.